ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعوا انا بعمل ايه النهارده بقى؟ قلت ما بديهاش، الجو يجنن والشمس لسه طالعه كده بتدفي المكان، فقلت لجوزي ايه هو والاولاد يلا بينا نلم حاجتنا ونخطف يومنا كده من اوله على البحر. وطبعا اولادي ما صدقوا، فعلا نخطف اليوم كده من اوله على البحر. جهزنا بقى حالنا كده من النجمة ونزلنا. حبيت بقى اول ما نوصل كده اشارككم المنظر المريح ده علشان تبدأوا معايا اليوم بطاقة ايجابية كده. يلا اوريكم عملت ايه كده. وانا طبعا خارجين بقى من امتحانات وخارجين بقى من توتر اعصاب جامد، حابة ان ايه، حابة فصلان كده. البحر بس مش مية ولا رمل، البحر يعني اللحظات الحلوة اللي بنخطفها كده من وسط زحمة الايام علشان نجدد فيها طاقتنا. عايزة اقول لكم كده، هنا كان ما بين الصخور كده في إيه، بصوا اوريكم حاجة. ده اسمه ايه؟ بصوا ده بلح البحر. والله بصوا انا قعدت اشد بس هو بيبقى جامد قوي، بيبقى لازق فعلا في الصخور جامد. عارفين ده اهو. وكان في صغير قوي وفي كبير، وانا بصراحة بحب العب يعني، وبحب ان انا اكتشف اي حاجة. اهو بصوا بلح البحر، في صغنن قوي وكان في كبير كده، بس كان جامد ولازق قوي. جيت لصخرة تانية كده حسيت ان ده اكبر شوية اهو، في احجام يعني، في لسه نونو صغنن قوي كده، وفي كبير وفي صغير. انا يا جماعة بالمناسبة انا على شط بورسعيد، دي بلدي. عاوزاكم طبعا تقولولي في التعليقات كده مين من بورسعيد هنا بيحب ينزل البحر من الصبح بدري زيي، ومين من المحافظات التانية بقى ونفسه يجي يزورنا، يزور بحرنا. ما تنسوش تدعموني باللايك الحلو بتاعكم طبعا والاشتراك في القناة فضلا وليس امر. انا كده كنت جبت حبة اهو وعمالة بقى احطهم على ايديا، وكنت بقول لجوزي هو ممكن يعض او ممكن يقرص كده، قال لي لا ما بيعملش حاجة. انا قعدت كده شوية اخد نفس عميق كده واتأمل، قلت حبة فصلان كده عن الطبيخ وعن البيت وعن اللي احنا بنعمله كل يوم. حبيت بقى انقل لكم الاحساس ده والصوت الموج الجميل وهو بيروح ويجي ولمعان الشمس على المية. سبحان الله بجد، سبحان الخالق، منظر جميل فعلا. والمية كده والشمس. عايزة اقول لكم قضينا يوم كامل من الصبح لحد ما الوقت سرقنا والاولاد تعبوا من اللعب وانبسطوا وجددوا طاقة. انا بسيبكم شوية تسمعوا صوت الموج، وطبعا الاولاد بيلعبوا وفي ناس تانية كده، بس انا ما بحبش عامة اصور حد علشان طبعا في ناس بتتضايق ان هي بتتصور وكده، فانا ما بحبش اجيب حد. حتى انا كنت مطرفة نفسي خالص او متطوحين شوية ناحية المطار كده، مطار بورسعيد، علشان ما اجيبش حد او يكون حد بيزعل مني ان انا ابقى اصوره. طبعا هنا انا بسمعكم صوت الموج كده لان صوته كان روعة. سبحان الخالق طبعا. وولادي كانوا في البحر، وطبعا بنوتي كبيرة ما بتحبش تنزل مية قد كده، فكانت قاعدة. وانا بقيت اتمشى كده شوية، وطبعا بقيت اصور في الاماكن اللي هي ما فيهاش ناس كتير عشان ما حدش زي ما انا قلت لكم يتضايق. وطبعا قضينا اليوم كامل من الصبح لغاية اخر النهار كده، لغاية ما الولاد لعبوا وانبسطوا وجددوا طاقة علشان نعرف نرجع بقى لشغلنا ولبيتنا والروتين اليومي كل يوم اللي احنا بنعمله. ناس كتير بتحب تفصل كده مرة واحدة من تعب الأسبوع وطبعا التوتر والأولاد ولا المطبخ لا البيت لا غسيل. فبتحبي انتي ساعات كده يعني تحسي عاوزة ان انتي لحظة كده لوحدك، او ان انتي تريحي نفسك خالص شوية كده. وده اللي انا فعلا عملته النهاردة. بس انا طبعا ما بعرفش اروح في اي حتة غير واولادي وجوزي معايا. على فكرة حتة ان انا انزل بدري ان بيكون ليها متعة تانية خالص. الشط بيبقى لسه هادي، الهوا طبعا بيبقى لسه نقي، غير طبعا اي طاقة سلبية. هسيبكم بقى تسمعوا صوت البحر كده وتقولوا لي ايه رأيكم.
طبعا كان في ممشى صغير كده داخل في وسط الميه، فانا مشيت عليه كده اهوت، بس كان في ناس قاعده وكده ما حبيتش ان انا اصورهم، يعني هم اجوا بس ايه ما حبيتش ان انا ارجع بالكاميرا تاني. ف اهو حبيت اصور لكم بس البحر من فوق كده من عند الصخور. بصوا المنظر، والموج كده بيخبط في الصخره، روعه. شايفين بقى الجمال ده، صوت الموج وجمال الشط فعلا كفيل ينسي اي حد تعبه. دايما البحر بيفكرني ان مهما كانت الهموم بتروح وتيجي زي الموج، في الاخر بيجرفها الشط وبتروح لحالها. اشارككم اللقطات الهادية دي طبعا علشان تاخدوا نفس عميق، تبدأوا يومكم او تفصلوا من اسبوعكم بكل طاقة ايجابية. ما تنسونوش بقى تعملوا لايك للفيديو يا بناتي، قناتي دي لسه جديدة وان شاء الله تكبر بيكم بالعيلة الجميلة واحلى متابعين طبعا في الدنيا. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ومنظر البحر والموج كده. طبعا انا اتكلمت معاكم كتير على الفيديو كده. كنا وصلنا بقى طبعا لاخر النهار. هتلاحظوا بصوا المية كده، الشمس اهوت خلاص بدأت تغرب والمنظر بقى احلى والجو هدا خالص. وانا طبعا كنت مطرفة نفسي قوي انا والاولاد، يعني واحنا طالعين كده على ايه، على الجميل قرب مطار بورسعيد. عادي يا جماعة بقت حلوة قوي بجد، وحصل فيها توضيبات وحاجات جميلة، طول عمرها جميلة فعلا بورسعيد وهادية ومحافظة صغيرة، وفعلا اللي بيعيش فيها بيقدرش يعيش في محافظة تانية او في بلد تانية من هدوءها وجمالها والناس الحلوة. طبعا كلكم على عيني وعلى راسي واحلى متابعين في الدنيا طبعا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وهنا كده كان خلاص يومنا انتهى، وهصور لكم بس حبه كده صغننين اهو قبل ما نروح كده اهو. كان يومنا كده خلص بسرعه والاولاد فعلا اتبسطوا وروحوا طبعا هلكانين خالص، وقضينا يوم حلو مع بعض انا والاولاد طبعا وجوزي. وهنا كده كنا خلاص مروحين. عايزاكم بقى تقولوا لي في الكومنتات مين من بورسعيد ومين بيحب ينزل بحر بورسعيد. اتمنى يكون اليوم عجبكم، وده كان يومنا كده النهارده. استنوني بقى الفيديو الجاي وقولوا لي تحبوا ان انا اعمل لكم ايه في الفيديو الجاي. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا.